طيب بص يا نجم، الفيديو ده عبارة عن صياح وبؤس عن الصيف، فلو كملت الفيديو للآخر يا سلام تبقى صاحبي حبيبي. وانا عارف انك انت مش عايز تسمع اي حاجة وخلك ضيق من الحر، بس يرضيك اشيل في نفسيتي؟ يرضيك. ليه حد يحب الاجواء الصيفية دي؟ لا يعني ليه بجد؟ بتفكروا ازاي؟ فهمني. انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. ويعني ما تفهمش هما بيفكروا ازاي اللي هما محبين الصيف؟ انت مال امك انت مالك، انت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك انت. واكيد انا ومحبين الشتاء نبكي او مش نبكي، هو مبدونين. يعني الشتاء الجو جميل، مفيش شمس، وحتى لو موجوده بتكون لطيفه، والناس ريحتها حلوه، والاجواء نفسها كويسه. واكيد بنضرب الهودي الاسود واللي ما بيتغيروش بقالك 4 سنين. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. بس ده مش موضوعنا. يعني من وجهه نظري الفرق ما بين الصيف والشتاء زي الفرق ما بين السماء والارض. من وجهه نظري بالنسبه لي انا الصيف بيتقسم ل3 حاجات: شغل ومواصلات ونوم. يعني الشتاء فيه كل حاجه من دول توب التوب. انما ليه وانا ماشي ابص على الموبايل وانا خارج الاقي درجه الحراره 42؟ الواحد وهو خارج بيبقى عارف انه في المترو هيفقد حاسه الشم والبصر كمان. الحقونا الحقونا الحقونا. والفكره هتقول للناس ايه؟ ما السوشيال ميديا مليانه فيديوهات عن مزيل العرق، مزيل الخرا، والفكره انه فاهم انه لو حط من معطر الاوضه هتبقى ريحته حلوه. هو لو انت حطيت من معطر الاوضه هتبقى ريحتك حلوه فعلا، بس حط مزيل عرق برضه. يعني هي هتفرق معاك في حاجه؟ طب ما تجرب يعني. والواحد بيكون مش هين عليه يقول لهم تعالى يا ابن المره، تعالى يا ابن المره. مين وغير لما بالسلامه تخرج من المترو، ده لو خرجت بتروح الشغل وتستحمل العصفوره والناس اللي بتشتغل معاهم. هو نهار شمال من اول النهار، نهار شمال، وبيكون المعامله معاهم قمه في الهدوء والتفاهم، والاجواء بتكون لطيفه. فبتبقى قاعد مضطر تستحمل عرق ورغي وبدق. انا راجل وسخ ان انا جيت هنا اساسا. وطبعا بعد ما بتخلص الشغل بتاعك بتضطر ترجع تاني لنفس المترو مع نفس الناس وتبدا الحكايه ويعني الحمد لله في الاخر بروح كده. وطبعا اول لما بتروح بتعمل حاجه تشربها، واكيد مش حاجه ساقعه، هو الشاي. وغالبا انا هكون الاب اللي بيطلب في اي وقت من اوقات السنه كوبايه شاي، وتمسك الموبايل تتصفح النت. ما شربتش من نيلها، طب جربت تغنيلها. وتلاقي عيل ريحته خرج مايس بيقولك بتكرهوا الصيف ليه؟ اقول لك ما تزعلش. وغالبا ده بيكون من اسكندريه، وهو معذور يعني اعلى درجه حراره عندهم 30. ولا ينعل ميتين امك يالا انا خناقه. يلا يابا. بس دول ما نقدرش نلومهم لانهم في الشتاء بيغرقوا، وفي ناس فعلا بتغرق محلاتها، وده مش مدعاه للسخريه فهنسيبهم في حالهم. انما التاني اللي ما تفهملوش مله، هو اصلا ريحته تقرف الكلب، وبتلاقيه بيقول يا على الصيف وجمال الصيف. انت تخلص خالص يا ابن الجزم. وتساله بتحب الصيف ليه؟ يقول لك الساحل. جرامين عم تفحاكي. وهو اصلا ما حلتوش التراب. ويعني في الصيف بالنسبه للناس اللي ما عندهمش تكييف زي كده يكون الوضع معاهم صعب. ولو فكرت تروح تشتري تكييف يا عم في جاني، احنا معانا فلوس اصلا نعدي بيها الشارع، الموضوع ده عايز مصاريف. ويعني لو سالتني انت بتعمل ايه في الصيف وبتمشي حالك ازاي؟ انا اصبر يا اسطى، انا اصبر. والواحد بيصبر نفسه ويقول هانت وقربنا على الشتاء، ففي الاخر بترسى عليك وانت قاعد مع المروحه. الله يرحمه. صفصفت عليا انا وانت اكيد. المروحه اصلا كل اللي بتعمله بتشفط الهواء السخن وتوجهه ناحيتك. حياتي بقت اجمل كتير، انا حسيت فعلا بالتغيير. واللي لو ناوي تتعامل مع المروحه كتير فعادي جدا الساعه 3 الفجر تسمع صوت ساحره شريره بتضحك. واعرف انه من الطبيعي ان المروحه لما يجي كيفها تبقى خارج الخدمه عادي. توت والقلب شايل بيموت من نومي بقوم مخدوع. واللي لو فكرت تعليها لأعلى افتكر اني قلت لك بلاش، هتلاقيها عامله كده.
وبعد ما انت روحت من شغلك وشفت العيال البيضان دي تيجي تنام. تنام. يعني في الشتاء اللي كان بيواجهك هي افكار بعد الساعه 12 وهي سابتني ليه، واسف اني بقلب عليك المواجع، احنا هنهزر مع بعض. بس دلوقتي ضيف عليهم الحر. وهو بالنسبه للنوم ولا تعرف تعمل حاجه، لان اللي في بالك مش هتطول الا بمزاجي. انت بتنام لو انت زي حالاتي ما بتعرفش تنام غير وانت مستغطي، فحضرتك مش على السرير، انت في الفرن. فبتصحى في بحيره ووشك بيبقى مكرمش وحالك يعني، وبتصحى خلقك عامل كده. اطلع بره اطلع بره اطلع بره يا ابني. وكالعاده بتبتدي يومك بانك تشوف الجو عامل ازاي وتبدا الدايره من تاني. وده بالنسبة لو كان يوم شغل، انما لو هو يوم اجازة فكعادة الجيمرز بتفكر تروح تفتح الجهاز. انت يا دوبك بتفكر بتلاقي حرارة الجهاز معدية 90. ويا سلام لو انت لابتوب. انما بقى في الشتاء انت لو شغلت 11 برنامج في نفس الوقت هتلاقي الجهاز شغال، سواء لابتوب او حتى بي سي. يعني احنا كمحبين الشتاء ما نقدرش نوصف لك قد ايه احنا بنحب الشتاء. كان لينا معاه ذكريات فعلا واحنا صغيرين كتيره، سواء حتى الشبوره اللي انت كنت بتعمل دخان، ماما بصي انا بعمل، كنت اهبل ساعتها. وبالنسبه للمصيف اللي انت ما طلعتوش من 2008 احنا مدركين ده وعايشين نفس الحاله. يا اخي في حريم يا عمي خلاص. وغير كده بتكون عرقان فبتروح تستحمى، وبتبسط بتوع التنميه البشريه بانك بتستحمى بميه ساقعه، والفكره انها سخنه. ويعني اللي مصبرنا على الصيف مثلا المانجا، واللي غالبا بتتخزن لشتاء، يعني ما تموتونا احسن. والتين الشوكي، التين الشوكي. انا عندي افرط في اي خروجه ولا اني اسيب عربيه التين الشوكي من غير ما اكل، ولا عصير القصب. يعني مين فينا بعد اي حجز بيبقى احسن حاجه بالنسبه له يروح يتسابق هو واصحابه على عصير القصب، ولا كانكم الفايكنجز ما شاء الله يعني. ويعني كل حاجه في الموسم ده عباره عن ده انت جربان، ده انت ريحتك انا مش طايق ريحتك، الله يخرب بيتك وبيت اللي جاب. وفي الاخر تلاقي واحد يقول لك وماله الصيف. والفكره وانا قاعد بسمع بيبقى مش هين عليا اعمل كده، وافتكرت وبجد حابب اقول رساله للشتاء، والحياه وحشه قوي قوي. وفي الاخر ما تنساش تشوف الفيديوز القديمه وتشترك عشان تشوف الفيديوز الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.